السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في عالم إحصاء للطبخ والحلويات. اليوم جيتكم بالعجينه مورقه اللي كنخدموا بها بزاف د المملحات والحلو اي حاجه. دوزوا المقادير وطريقه التحضير. عندي 500 غرام د الطحين. دابا غادي نوزنوا ان شاء الله الزيت ديالنا. عندي هنايا الزيت 40 غرام د الزيت. انا غنعمل معكم غير نص كيلو د الطحين، 500 غرام طحين مع 40 غرام د الزيت. ضروري يكون الوزن الزيت هو هذاك. عندي هنايا انا جاتني زايده واحد شويه، غادي نقص. المهم الزيت 40 غرام د الزيت. هاد العجين مورق غادي نشرحو مزيان. عندي هنايا 250 غرام د الماء على حسب الطحين، واخا كنوزنو 250 غرام ولكن كيبقى على حسب العجينه ما خصهاش تجي مرخوفه وما تجيش عاود ناشفه بزاف، يعني كتجي اصحى شويه العجينه العجين مورق. صافي غادي نوزن هاد الماء ديالي. بالنسبه 250 غرام د الماء. صافي دابا هنايا عندي شويه د الملح. غادي نضيف ديك الزيت، ديك 40 غرام د الزيت، وغادي نرمل هاد العجين، غادي نرملو مزيان. ضروري كندخلو ديك الزيت في العجينه حتى كترمل. بهذه الطريقه هذه. هذه هي الطريقه ديال العجين مورق، يعني اللي ما عمره ما خدم العجين او لا كيخدمو ما كينجحلوش. غنضيفوا الماء تدريجيا، وخا كما قلت لكم عندي ديك 250 غرام، ولكن غادي نعملوه تدريجيا شويه بشويه وحنا كنعجنوا العجين ديالنا. هذا العجين ما كيصلحش في العجانه، وخلي عنده العجانه يعني كيتعجن غير باليد. كندلكوه غير باليد حيت كيكون صح باش كنعرفوا القوام ديال العجين. صافي ديك الماء غادي نزيد شويه بشويه. غادي نشيط لي بالنسبه لهاد الماء 250 غرام، انا شطت لي واحد شويه د الماء، واحد النقيطه هيدا د الماء. صافي كما كتشوفوا دابا غادي نعملوا على سطح العمل وغادي ندلكو مزيان. كندلكو واحد شويه هاد العجينه ديالنا، ودائما ديك الماء تدريجيا شويه بشويه. صافي بهذه الطريقه هذه. كما قلت لكم العجينه كتكون شابره في راسها، يعني ماشي مرخوفه. وندلكو شويه، ضروري دلك من هاد العجينه ماشي بزاف، وانما كندلكوها واحد شويه حيت من بعد ملي كنغلفوها بالسلوفان هي كتطلع راسها. كما كتشوفوا العجينه ديالي يعني اصحى شويه متماسكه. صافي دابا غادي نغطيه وغادي نخليه يرتاح واحد على بيد ما نوجد الزبده ديالي، واحد 10 دقائق كيبقى يرتاح. صافي هي ديال الزبده ديالي كنطلقها بهذا الحجم هذا. ضروري غادي نعملوها في هذا الكاريط هذا، وكنطلقوها بهذه الطريقه هذه مربع. انا تمسح لي ديك الفيديو كيفاش نعدل الزبده. صافي ها هي العجينه ديالي من بعد ما ارتاحت كما كتشوفوا، يعني كترطب، كترجع رطبه شويه. ما خصهاش تكون رطبه مرخوفه وما تكونش عاود اصحى اكثر من القياس. يعني هي ملي كنعملوها ترتاح كتطلق واحد شويه بهذه الطريقه هذه. صافي غنطلق دابا العجينه ديالي الطلقه الاوليه باش نضيف لها الزبده.
بهذه الطريقة هذه. صافي دابا كنشوف القياس اللي غادي يغطي لي هاد الزبده واش غيناسبني. باقي خصني نزيد نطلع واحد شويه، يعني خصو يجيكم القياس كثر من ديك الزبده، قياس الزبده باش كنتنيو العجينه عليها. صافي غنزيد غير واحد شويه وغنضيف ديك الزبده. ضروري كنفتحوا ديك الزبده بهاد، حيت هاد الكاغيط الفران كيعاوننا شويه. صافي غادي نحيد له ديك الكاغيط وصدقوني هاد العجينه ناجحه 100%. غير تبعوا الفيديو حتى الاخر. صافي دابا انا غادي نتني هاد العجينه على هاد الزبده بهاد الطريقه هادي، حتى كنغطي الزبده ديالي كامله ما كنخليها تبان. وكنحاولوا نحيدوا ديك الطحين اللي كيكون زائد في العجينه كنخليوه شي. غادي نحاول عاود نتني ديك اتجاه اخر. دائما كنحاولوا نغطيو الزبده. صافي وغادي نلاقي هاد العجينه مع بعضيتها بهاد الطريقه هادي. نتمنى الفيديو يكون واضح وتجربوا هاد العجينه وتنجح معكم وتعدلوا بها جميع المملحات ديالكم شهر رمضان او من غير رمضان. صراحه كتحتاج بزاف هاد العجينه هذه في اي وقت. كنضيفوا دائما شويه رشيشه طحين خفيفه، يعني غير رشيشه خفيفه ماشي بزاف. صافي غنحاول نضغط على هاد العجينه بهاد الطريقه هذه في الاول حيت كتكون العجينه قاصحه. صافي غنطلق العجينه ديالي على شكل طولي ومربعه شويه، يعني ماشي طويله ومربعه. كنطلق من هنا ومن هنا، كنبقى ندور العجينه ونطلق. صافي دابا غنتني العجينه ديالي. هذه هي التنيه الاوليه، يعني هذه باش طلعت الطلقه الاوليه عندي فيها 4 المراحل كنتنيها على 3. هذه المرحله الاوليه كنتنيها على 3. ركزوا معايا باش ينجح معكم هاد العجينه. صافي وكنحاول نضغط من هنا ومن هنا، دائما كنجور من داخل باش ما تخرجليش ديك الزبده. صافي وغنطلقوا عاود مره ثانيه. هاد العجينه كما قلت لكم يعني كما كنطلقوها وكنخدموها يمكن نشكلوها في ديك الساعه او نحتفظوا بها في المجمد اللي بغيتو. غنحاول دائما كنرش ديك رشيشه طحين خفيفه. صافي وغنطلق العجينه ديالي بهذه الطريقه. هذه المره الثانيه، المره الاوليه كنتنيوها على 3 والمره الثانيه. ركزوا معايا باش تنجح معكم ان شاء الله هاد العجين، حيت هي كاينه عجينه اخرى حتى هي بنفس الطريقه ولكن هذيك عاود شويه الخدمه ديالها شويه صعيبه. هذه اللي سهله فيهم، حيت هذه كنبقاو نخدموا 10 دقائق وكندخلوها النبيره عاود كنخرجوها عاود كنخدموا، يعني كل مرحله عندها فيها 6 المرات. هذه سهله، اسهل ما يكون هي هاد العجينه هذه وكتجي ناجحه 100%.
صافي دابا غنتني على 4 كما قلت لكم. المره الاوليه كنتنيها على 3 والمره الثانيه كنتني على 4. ودائما العجينه يكون عندنا نفس القياس، يعني فحال من هنا فحال من هنا، ما تكونش واحد جهه اكثر من اخرى. دائما كنحاولوا نجيبوا العجينه قد بعضيتها. دابا غادي نتني على 4 بهذه الطريقه هذه. دابا غادي نطلع المره الثانيه الثالثه، غادي نطلقها عاود مزيان. دائما كما قلت لكم كنجيو نهد الطرف هذا وكنحاولوا نجروا عندنا داخل، ما كنخرجوش على برا باش ما كتخرجناش ديك الزبده بهذه الطريقه هذه. صافي كنطلق العجينه ديالي. دابا هذه المره الثالثه. المره الاوليه كما قلت لكم كنتنيوها على 3 والمره الثانيه على 4 والمره الثالثه عاود على 3. هذا غادي نطلق هاد العجينه ديالي بحال الاول بهذه الطريقه هذه. صافي غنطلق العجينه ديالي تطلق مزيان، ومن بعد كنشكلوها بانواع اللي بغيتو. انا نزلت لكم بعض الصور يمكن الا بغيتو ديو فكره منهم. صافي دائما كنطلق بهذه الطريقه. صافي دابا غنحاول دائما كنجيب العجينه ديالي كما قلت لكم قد بعضيتها، ما خصهاش تجي واحد الاتجاه اكثر من اخر. دابا هذه غنطلقها على غادي نتنيها على 3 كما شفتوا، يعني تنيت المره الاولى ومره الثانيه على هذه الطريقه هذه. دابا هاد العجينه ديالي غادي نطلقها وغتكون المره الاخيره المره الرابعه، يعني غنطلقها مزيان وغنتنيها على 4 حيت هاد المقطع انا تحدف لي باش كنت كنتني، ولكن ماشي مشكل. غنطلق العجينه ديالي بحال المره الثانيه، يعني غنطلق العجينه ديالي مزيان وغنتنيها على 4. صافي وديك الساعه في ديك الساعه كنا نخدموا بها كما قلت لكم، اما نخدموا بها او لا كنحتفظوا بها في المجمد. الوقيته اللي كنحتاجوها كنجبدوها وكنشكلوا بها الاشكال اللي بغينا. والحشوات كتبقى دائما اختياريه، الحشوات اللي بغيتو سواء حلوه او لا مالحه. صافي دابا انا غادي نزيد نطلق العجينه ديالي. وها هي العجينه ديالي من بعد ما تنيت على 4 وقطعتها كيفاش كتجي مورقه كما كتشوفوا. كما قلت لكم كتجي ناجحه 100%. صافي دابا غادي نغلفها بالسلوفان وغادي نحيدها في المجمد ان شاء الله. شي فيديو نشاركو معكم، نجبدها ونشاركو معكم يعني شي حشوه ولا مالحه، سواء مالحه ولا حلوه كما قلت لكم. صافي دابا غادي نحشي العجينه ديالي غنخبعها في المجمد. ما تنساونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل، والى فيديو قادم باذن الله.